ليه نوعية الأسهم دي تعتبر عالية المخاطرة؟ وليه نوعية الأسهم دي يعتبر إن فيها مخاطرة أكتر من الأسهم التانية؟ ونوعية الأسهم دي للأسف بتكون محبوبة وبراقة، وبسببها أحيانا ممكن يحصل خسارة لبعض الناس. السهم ده اللي أنا بسميه سهم القصة. هو سهم ما عندوش أرباح أصلا، بيخسر مضاعف الربحية بالسالب لو بصيت مثلا على الأرقام، أو بيكسب بس بيكسب أرقام قليلة جدا بالمقارنة بسعره، وتلاقي مضاعف الربحية بتاعه بالميات، 100 البي اي 100 و200 و300. هو مش معنى كده إنه سهم وحش، لكن هقول لك المخاطرة جاية منين. بس الأول بفكرك بسرعة إن في جروب تعليمي مجاني في الصفحة الرئيسية في القناة، جواه معلومات تعليمية كتيرة مش بحطها هنا، بالإضافة إلى لست للأسهم اللي بتوزع أرباح مرتفعة ومعلومات تعليمية تانية كتير. أنا محمد فاروق، بقالي 21 سنة في المجال ده. مخاطرة هذا النوع من الأسهم الرئيسية جاية من إن السهم معتمد على قصة، معتمد على ناريتيف. ممكن تنام بكرة الصبح تلاقي الناريتيف اتغيرت، واللي منكم عنده خبرة هيكتشف إن الحاجات دي ممكن تتغير في ثانية. تلاقي السهم اللي فجأة كان طالع ومحبوب بقى مغضوب عليه وبينزل. رقم اتنين، حتى الاسهم منها اللي بتعمل ارباح، الشركات اللي بتعمل ارباح لكن برايزد فور بيرفكشن، السهم مسعر على مضاعف ربحيه مفترض ان السهم السنه الجايه هيعمل ارباح مرتفعه جدا، واللي بعدها مسعر مثلا على ان الثلاث سنين اللي قدام هيمشوا بيرفكت. لو حصل اي خطا في التنفيذ، اي اكسكيوشن ريسك صغير قد كده، تلاقي السهم اللي كان منفوخ ومبالغ في سعره ده تلاقيه وقع منك وانهار. علشان كده نوعية الأسهم دي لازم يبقى ليها وزن قليل بطريقة معينة في المحفظة، مش أي هزار وخلاص. وإدارة المخاطرة في المحفظة كلها ككل هي حاجة بتتطلب ليفل معين من الاحتراف، حاجة الواحد اتعلمها على مدار ال 20 سنة اللي فاتوا. عايز نقطة البداية في التعليم في التحليل المالي المبسط وإدارة المخاطر، هتلاقي نقطة البداية في جروب التعليم المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة.